السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم من مطبخي. اليوم جيت وجبت لكم هذه الوصفة موسكوتو بنكهة المادلين بجوست بثلاث حبات بيض. هذا مكان ويخرج لكم يعني كمية ما شاء الله كما راكم تشوفوا هنا. تقدروا تشربوا به قهوة حليب، تشربوا به جو كما تحبوا. نبداو ديراكتومون في الوصفة. هنا عندي ثلاث حبات بيض يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما يكونوش باردين. نديرهم هكذا في لو بول تاعي هكذا. ولا كان البيض تاعكم صغير بزاف تقدروا ديروا يعني 4 حبات. انا يعني البيض تاعي متوسط الحجم، الحبات تاعي متوسطين، درت 3 حبات بيض. هنا واش راح ندير؟ نزيد قرصة ملح. الملح مهم باش يمدلنا نكهه مليحه يعني في المسكوتشو تاعنا ما يجيش صامت. وهنا رايحه نزيد مغرف هكذا صغيره تكون مملوءه تاع لافاني، وتقدروا ديروا الفانيليا اللي تكون سائله. ونزيدوا عليها هنا درت نص كاس سكر عادي، تقدروا ديروا حتى الكاس غير ربع. انا للامانه برك جاني شويه ناقص في الحلاوه، ولكن الوصفة فيها يعني كاس إلا ربع سكر. هنا نخلطوا هكذا كامل المكونات، يعني البيض والسكر نخلطوهم بالباتور حتى يذوب لي السكر. وتقدروا ديروا بالفويت هني ضربوه حتى يذوب السكر واللي الخليط تاعكم هكذا بيض. هنا عندي زيت كاس إلا ربع من الزيت. نفرغه بالتدريج، ما نفرغوش يعني دفعة واحدة هكذا. نفرغ ونحرك بالباتور على دفعات حتى نكمل الزيت تاعي كامل. نكمل هكذا بالباتور. كما قلت لكم تقدروا ديروا بالفوي، ولكن يعني ما تزيدوش السكر تاعكم حتى تتاكدوا انه عفوا ما تزيدوش الزيت حتى تتاكدوا انه السكر تاعكم ذاب كامل في داخل يعني البيض هذاك ثانيك، حتى نزيدوا السكر الزيت عفوا. نبدا نخلط هكذا، نفرغ كامل الكميه، ندخل الزيت تاعي كامل في الخليط. وهنا نزيد الفرينه عندي في هذه الوصفه عندي 2 كؤوس ونصف من الفرينه، بيان سور غربلتهم من قبل. وعندي 2 باكي تاع لا ليفور شيميك، 2 كؤوس كيس عفوا شي كؤوس 2 كيس من الخميره الكيميائيه. فرغت الكاس الاول وزدت فرغت 2 الكيسان هذوك تاع الخميره ونخلط هكذا. هنا تقدروا تستغناو على الباتور، تكملوا هكذا ملعقه ولا بالفوي. نزيد الكاس الثاني، نزيد نكمل الخلط. وهنا زدت تانيك نصف كاس، يعني كامل الوصفه راح تدي لكم 2 كؤوس ونصف. يعني المسكوتشو تاعنا يجي بزاف بنين. هنا كما راكم تشوفوا او الخليط تاعي ثقيل. هنا واش راح نزيدو كاس حليب. الحليب يكون بدرجه حراره الغرفه. نزيدو ونكمل نخلط كامل حتى نتحصلوا على هذا القوام. يجي يعني القوام تاعو ما يجيش سائل وما يجيش ثقيل هكذا. وهنا كإضافة فقط، شوفوا هنا راني نكتب هكذا رقم 8. كي تشوفوا هكذا يعني تكتب لكم الرقم 8 ولا كي ديروا هكذا يعني السائل تاعكم ولا الخليط تاعكم ما يتقطعش. هذا هو القوام تاعو. هنا عندي هذو لي بيبيت دو شوكولا، زدتهم كإضافة فقط، نتوما تقدروا تستغنوا عليه. كما ثاني كمل في البداية تقدروا ديروا قشور ليمون ثاني راح نبدلوا النكهة مليحة. وثانيك هنايا البنات زيدوا مغرف تاع خل، مغرف كبيرة خل. انا نسيتها ما درتهاش للامانه. هكذاك ومسكوتشو تاعي جاني خفيف ما شاء الله. هنا في هذا يعني اللومول هذا يا
نتوما تقدروا ديروا في المول تاعكم يعني العادي. راح نفرغوه هنا في هذا المول. ونفس الوصفه تقدروا ديروا به دي مادلين يجيو ما شاء الله. راح ثاني تشوفوا درت عندي هكذا دي مول كيما هذا ولكن مدورين، دوك تشوفوهم هنايا درتهم يعني يجيو ثانيك ما شاء الله مادلين نفس الوصفه تجي ما شاء الله. انا درته هكذا في مول يكون كبير، نتوما تقدروا ديروه في لي مول هذوك تاع الكيسات تاع المادلين. هنا نخبط شويه المول تاعي ونكون سخنت الفور من قبل نكون سخون. هنا الكميه اللي بقات لي راح نفرغه في لي مول هذو الصغار المدورين. نشعلو على درجه حراره تكون معتدله حتى نشوفو تنفخ وطابليه من التحت. نشعلو من الفوق يتحمر وتكون الوصفه تاعنا واجده معنا مسكوتشو يعني يجي ما شاء الله. جربوه البنات وراح يعجبكم. ب3 حبات بيض برك راح يدير لكم يعني كميه لا باس بها. هنا بعد ما طابلي شوفوا كيفاش يعني طلع وتشقق. تشوفوا هكذا البسكوتشو تاعكم ولا الحلوه تاعكم تشققت من الفوق، على ديروا في بالكم يعني راهي ناجحه. هنا كي قسمت للاسف المقطع تنحالي قسمته هكذاك وهو سخون يعني جا خفيف ما شاء الله. هذه هي وصفتنا البنات، ان شاء الله تجربوه تنال اعجابكم. ما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناه.